السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. أشكركم جزيل الشكر لمتابعة قناتي. جزاكم الله كل الخير، ربي يرضى عليكم، ربي يرزقكم ويفرح قلوبكم، آمين آمين يا رب العالمين. عندنا اليوم موضوعنا عن آية الكرسي. آية الكرسي مجربة 100%. أنا جربتها في شهر رمضان، وجربتها مرة ثانية قبل رمضان على شغلتين مال أولادي. تعرفون إحنا ما عندنا شغلات غير أولادنا وأحفادنا بعدهم صغار، قسم صغار مو بالمدرسة بعدهم، عندي بس اثنين ثلاثة من عندهم بالمدرسة. المهم يعني الشغلة سويتها نجحت 100% بفضل الله والحمد الشكر. وهذا آية الكرسي قوية جدا، أي واحد تريده تستعملها، أولاد صالحين، أو زوجها، أو للنجاح، أو للزواج، أو للرزق، أو للعدو. عدو يا الله يبعدها من شر العدو، يا عدو تيجي الصالح تراضى وياكم. وما العقد لسان الناس العالم كلها، يعني لأي شغلة تردينه يصير ليل، يعني هذا العمل يصير ليلا أو نهارا، ماكو فرق، بأي ساعة يصير، بس عدد كبيرة. شوف تقدرون عليه تسوونه يا لا. والله العظيم حتى ملائكات أطرافكم كله يصير ملائكة اللي يقرأ هذا آية الكرسي بعدد. هسه أقول لكم العدد إيش قد، وبعدين وتشوفون تسخير الناس ومحبتكم يصير هواية، الناس كلها يحبونكم، يحترمونكم، يقدرونكم، وعقل لسان الظالم والعدو والناس والعالم والأولاد، حتى الأولاد، حتى الزوج، حتى القرايب، كله عليكم. وإن شاء الله بفضل هذا الآية الكرسي. آية الكرسي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي سورة القرآن أفضل، فقال سورة البقرة، فقيل أي آيتها أفضل، فقال آية الكرسي. آية الكرسي من الكتاب الشفاء بالقرآن الكريم صفحة 74، يعني موجودة هذا الكتاب. وقال عدي حاتم فتكنولوجيا تراكم الحروف بحركاتها ترتيلا وتجويدا جعلت القراءة تتحول إلى طاقات متباينة في الشدة وفي النوعية، فهي تتحول أحيانا إلى طاقات الفوتونية عالية جدا، كما في آية الكرسي التي تجعل قراءة المحيط اللفظي مشبعا بطاقات الضوء اللامرئية، والتي تعد بشكل خاص من نشاطات الجن. رقم 2 مكتوب من طاقة القرآن الكريم صفحة 49، يعني كتاب كله محفوظ 100%. هذا سيارات إسعاف يصيحن، الله يستر، يبعد عليكم علينا كل بلايات الدنيا. الله يشفي مرضاكم مرضانا بحق واحد الأحد، آمين يا رب العالمين. عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. وهسه نقول لكم العدد الآية الكرسي، وهسه يبين هنا أشوفه لكم. وإن شاء الله هذا الآية الكرسي كلش مهمة ومفيدة، وإن شاء الله أي واحد جربها تجربه لكل شيء، يعني جربونا لأي أعمال. مثلا مو أني أسوي للرزق، للمحبة، للعقد لسان، لأولادي صالحين أو زوجي صالح، هاي ما يصير كله على مود بس مرة تقرون هذا العدد أقول لكم، لا، خاص تسوونه لزوجكم، خاص تسوونه للرزق، هذا الخاص واحد يسوونه، يعني تسوونه للعدو، عدو يصير زين وياكم، عدو يصالح وياكم، او ما صالح الله يبعدكم من شرها وبلاها، او تيجي الصالح وياكم، ومحبتكم للناس العالم، عالم كله يحبونكم، يحترمونكم، يقدرونكم. تسخير، يعني تسخير يعني كلش مهمة هذا التسخير. ولهذا يعني مو بس سوونه مرة واحدة أسويه وأذكر كل هالأشياء، لا، كل شيء واحد سوينا له. يعني أنا سويتها للرزق، بس رزق خاص،
ركعتين صلاة الحاجة تسوون لوجه الله تعالى، وراها قعدون على سجدة الصلاة، وتذكرون خشوع عن رب العالمين بالنية الصافية يقين، وبعدين تذكرون هذا العدد وشبيكم حيل وقوة. والله بس قريتوها تقول اوه هاي هواي العدد ما بينا قوة، واحنا تعبانين، احنا من جهال من يوتيوب ومن الفيديوهات ومن التصوير هالشغلات تعبانين، هذا ما نقدر له. بس لا، من قريتوا سبحان الله العدد يصير كأنما انت قريتين مرة. هل قد سهلة عليك القراية؟ زين، هل قد سهلة عليك والصحة وعافية يصير جسمك، واي وجع ذاك اليوم ما يبقى بجسمك، جسمك فارغة يصير من كل سحر وساحر اذا عندكم، من كل مرض، من كل داء. امين يا رب العالمين. والان نذكركم بها. هذا هو العدد. آية الكرسي قراءتها 330 مرة، تقرأها ليل أو النهار، مجربة إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونعم بالله علي العظيم. عليه أفضل الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، عليه أفضل الصلاة والسلام. ربي يشفي مرضاكم، يشفي مرضانا، ربي يفرح قلوبكم، ربي يسعدكم، دعوة الغريب مستجاب بإذن الله تعالى، ونعم بالله علي العظيم. ودائما الناس يجون علي من أخواتي، من أي واحد صديقاتي من جواريني، يقولون ادعينا يا أم علي، الله عليك، ادعينا لأولادنا، ادعينا لزوجي، ادعينا للرزق، ادعينا للمرض. الحمد الشكر والشكر لله تعالى، دعائي كله خير، لأن أنا ربيت يتامى 35 سنة، أنا طبيت يمكن 34 سنة أنا بالضبط، بعد أنا يعني ربيت يتامى، كبرتهم شباب هسه ما شاء الله، ويا أولادكم أولاد الصالحين. الحمد الشكر شكر لله تعالى. ودائما أدعي لرب العالمين خشوعا، كأنما أنا هلقد قريبة لرب العالمين، رب العالمين كأنما فد يحن علي، فد يحبني مثل ما أنا أحبها رب العالمين. والله العظيم يعني هذا مو لا وصف أوصف نفسي ولا ميانة ولا إشي، وحق القرآن، وحق هذا القرآن اللي نزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم، وحق الواحد الأحد، وحق النبي عربي عليه أفضل الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من أدعي سبحان الله والله العظيم أتمرض وأشوف يعني وراء أصيح بالرب العالمين على صلاتي وسجدة وبالقيام الليل. أنا أذكر لكم بالقيام الليل وصلاة سجدة الشكر وقيام الليل، بالقيام الليل بالليل أسويها خشوع عن رب العالمين. سبحان الله، أروح أفحص يقول كل شيء ما بيش ما شاء الله. ويعني أتعجب، صلوات على محمد وعلى آل محمد، وأشكر رب العالمين يعني لأن أنا ربيت يتامى. من حكيت وأحكي يقول يابا أنت مربية يتامى، قاعدة على يتامى ماتج، شبابك جمالك خليتي على يتامى ماتج، هسه قاعدة تربين بالأولادهم، أولاد الصغار إلى أحفادك، تباين عليهم وتباين على أولادك كله. اقروا صحوا الله، تقعد بالسيارة سوي بسم الله الرحمن الرحيم، قراءة الكرسي، من تنامون ذكروا الله، قراءة الكرسي، ذكروا الله، شكروا الله، احمدوا الحمد الشكر على كل حال. أي شيء ودائما نقول مسلم مبتلى، هذا نقول له مسلم مبتلى. سبحان الله. تشوفين مشاكل وبلاء يجي هواية، نقول يابا احنا ليه نهار نقرأ قرآن نصح برب العالمين خشوعا، ليش يجينا البلاء؟ يقول له شلون غير المسلم يتحمل، الصبر مفتاح فرج، غير الصبرين صبر 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 إلى أن الله يفرج عليك، الله يفتح لك أبواب الخير، أشو تتحملين يو لا. ولهذا احنا نتحمل، وتحملت سنين هواية، والحمد الشكر على نهايتها، والحمد لله ولا إله إلا الله محمد رسول الله، وسبحان الله بحمده سبحان رب العظيم. وإيش قد تعبت على هذا اليوتيوب، على هذا قناتي تعبت هواية، لازم كنت أخذ الدرع هسه، بس بقيت لي ورا لأن إهمال سويته بالقناة، ما مشيت بيها، الله شاهدان. ويجون علي الناس العالم، وأنا هم أقول لازم أروح أشوفهم، إذا مرة ما شافوني أنا مرتين أشوف لهم. وهسه جديد تعلمت أدخل على الستور مالتهم، أشوف على الكمبيوتر أكترية جايين علي على الستور، بالتليفون ما يبين هالقد، أشوف على الكمبيوتر يبين ستور مالتي. هواية ناس يجون علي وحتى هم فيديوهات هواية ما يسوون،
بس لكن أنا أشوفهم على ستور يجون علي وأشكرهم جزيل الشكر، وجزاكم الله أينما كنتم. ربي يرضى عليكم، ربي يشفيكم، يشفي مرضاكم بحق واحد الأحد، ويصيرون خيمة على رأس أولادكم، أولادكم صالحين. اللهم آمين 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 آمين. وجزاكم الله كل الخير، وتحياتي للجميع، تحياتي للجميع. دعائي يوصل إلى سابع عرش العظيم. إن شاء الله يصير خير على وجهكم، خير عليكم اللي يسمع صوتي، وخير علينا وعلى أولاد أولادنا وعلى بيوتنا وعلى أخواتنا بالعراق، أهالينا بالعراق، وعلى الشعب العراق، الشعب الدول العربي كلها. أتمنى لكم الخير والتوفيق في حياتكم، بلا مصايب لا يبقى عليكم، سيول فيضانات لا يجي عليكم، زلازل لا يبقى عليكم ولا يجي عليكم إن شاء الله. آمين رب العالمين. وتحياتي لكم، مع السلامة، مع السلامة.